السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ جينا وياكم وصفة جديدة الكيك. قلاص شكر عندي. هاي المقاييس نفسها نفس هذا القلاص. هاي المكيالة تاخذ قلاص. عندي هنا 2 ظرف بيكنج باودر. هنا هاي الفانيلا عندي سائل، واللي يريد يخليه طاز بكيفه. هنا عندي 3 بيضات عندها وقلاص دهن. أنا ما بعد هسه أخليها بالمرحلة الثانية. أنا أخذت قلاصين ونص، وهاي عندي خاشوقة خميرة. مكان محسن روعة تصير، يعني عبالك إنه محسن يصير. يعني معتمدة عليها من زمان. هاي هنا راح أخلي البيض بالطاسة. هاي بشوية رشة ملح. هاي المقادير هم شوية رشة ملح. هاي بيها خليه، وراح ابتدي ارفق لان الصوت يطلع. راح اسكت شوية حتى يتجانس البيض، وبعد انزل وراه الشكر. اريد اللون يتغير، يكون يعني ما الا البياض. شوية لان اني اصور واشتغل بيها، يعني يصير عندي شوية يعني بها تأخير. هاي هيل عندي هنا، اللي يريد ما يخلي بكيف. أنا خليت هيل وفانيلا، وراح ابتدي بيها بالخفق. ما أكثر منه وأخلي ويا الدهن، لأن يصير لون سمار الكيك إذا أكثر من الهيل. بس هو الطعم مالته كلش يعني روعة روعة. هاي راح استمر شوي بالخفق. خلي تدريجيا شوي الشكر وابتدي. يذوب فد مرة تمام يعني الشكر. يا حبايب قلبي هسه يعني المرحلة الأخيرة. قلت لكم لأن لازم التليفون. يعني أنا ما سرعت الفيديو. هاي شوف النتيجة شلون صارت. أنا أريد هذا اللون، طلعت الرغوة. راح أضيف الطحين تدريجيا. هاي المكيال يعني ما معايير مال المقياس نفس القلاص. هاي الوزن اللي وزنت بيه بالبداية قلت لكم، هاي المقياس. أخليها هسه تدريجيا شوي شوي أنزل نفسها بالقلاص. هاي خليت نص، أريد يطيح فد مرة الطحين حتى ما يتكتل. هاي أخلي شوية شوية. هاي أنا ما سرحت الفيديو هنا نهائيا. هاي حبايب قلبي أنزل الطحين تدريجيا. أنا هاي اللون اللي أريده هيج، يعني يكون مائل إلى البياض. نفس المقياس القلاص، نفس المقياس مال الوزن اللي وزنت بيهن. وهاي الحبات مال هيل، هاي جبت النص. هاي خليت 2 وهاي النص اللي بيه. قصة بالقلاص صارن 2 ونص. هسه لامسة ألابسها حتى يضيع يعني الطحين ويا، ما أريده يبقى يتكتل. هاي هنا عندي فانيلا ضفت ويا الهيل. هسه الدهن
الريحة طلعت كلش طيبة. هاي أنا هم وقفت من عدة شوية الفيديو وبديت بيها هاي الخمرة. هاي يعني كأنه ما محسن يصير وأحسن، يعني لا بي أمراض لا. هاي أنا أريدها هيج يعني بهاي. هسه أنا عندي هنا أضفت قلاص حليب وياه بالتصوير اللي أنا وقفتها، فما هاي عندي 2 قوالب سويت، راح أخليهن هنا. أنا محتاجة عندي قالب كبير سويت بالبايركس البارحة ما صورته. هاي أنا محتاجة أريد أزين وحدة لا. هاي حلقوم عندي سويت ذاك اليوم أنا وياكم، خليت هنا وراح أخلي فوقه بعد طبقة ثانية وأدخلهن على الفرن. طعمها كلش طيب، الريحة النكهة طيبة كلش طيبة. هاي نزلتن بالقاع ضربتن طلعت الهواء دخلتن الفرن طلعتها. هاي شوف شلون وريحتن كلش طيبة. يعني وحتن ما خليت، أنا ما أخلي طحين بالقالب رأسا بس أحمي. هاي باعوا. هاي المرحلة النهائية ما صورته لأن أنا راح أبتدي وياكم هذا الفيديو أقطعه وأرجع ثاني مرة لأن وحدة أريد أزينها تزيين يعني بسيط، مو ذاك التزيين. هاي الثاني هاي وحدة ياخذوها وحدة أنا أخليها لأنهم عندي مسوية أنا بالتزيين، بس هاي يردوها جهالي صغيرة قالوا سوي ليها. وهاي الثانية. يلا حبايب قلبي نلتقي وياكم بوصفة ثانية إن شاء الله. لا تنسونا من اللايك والدعاء لي ولوالدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسه حبايب قلبي مثل ما قلت لكم راح هاي كيكة أزينها وياكم بالشانتي، كريمة الشانتي. وعندي هذا قلاص حليب وقلاص مي نص، راح أشغل بيه جيلاتين طبيعي خاشوقة مال الأكل وأذوبها لمدة ربع ساعة أخليها. بعد ما تذوب هذا شوف الجيلاتين شلونه. أنا أول مرة أسوي بس بالجيلاتين والحليب، بس يعني استعجلت عندي بنتي تريد تروح المدرسة يعني على الموجود الأغراض اللي عندي. هاي أريد أضيع الجيلاتين ويا المي يذوب نهائيا. هاي باع شلون أخلطها ويا شوية مرجع. هسه راح أسوي الحليب هنا عندي أني هنا قلاص. هاي راح أخليها لمدة ربع ساعة وأرجعها. هسه هاي جبتها شوف هاي المادة صارت شلون، مادة يعني لزجة تصير. راح أخليها هنا تتماسك الكيكة هي بيها وقلاص الحليب بارد حيل. هاي خاشوقة خاشوقتين ونص شكر سكر يعني هيك. هاي ابتدي أول مرة أحركهن خليتها وياه وراح أهم أرجعها أخليها لمدة ربع ساعة تكون بها فقاعات وأرجع عليها. أنا هسه راح أغلفها وأعوفها من أشوف الفقاعات تطلع أرجع. هاي هسه بعد ما خليتها ربع ساعة فقاع قليل بيها صار، أبتدي بالخلط. أنا هاي أنا أبتدي بعد بالخليط. وطلبتها من عند بنتي الصبح قالت ماما أريدها، يعني ما عندها حتى المواد متوفرة، فراح أسويها على البساطة أبسط من هيك كيكة طبعا ماكو. حتى التزيين راح تشوفوه شلون. وما راح أسويها يعني الملمس مالها يكون ناعم شبيهة الكيكة البركانية، يعني ما راح أقولكم جوزية وها لا، هي هاي الكريم الأبيض ما أخلي لها أي لون. وأبتدي بيها أزينها من تزيين من البيت بسيط، تاخذ شوية هي يعني فد نص ساعة بالمكنة. وراح هساني أتركهم بعد الخليط أخليها بالثلاجة. هاي الخفق حبايبي. وراح أخلي كيس شانتي ظرف واحد، ما أخلي 2، أنا أخليها 2 يعني تصير الكريمة هواي. هي هاي كلش كافة بس تحتاج شنو إلى بعد يعني هذا كيس واحد أخليه شانتي من هاي لأن تحتاج هواي أبقى أكثر من ساعة. تعرفون هاي اليدوية يعني
السرعة مالتها مو نفس الماكينة الثانية ذيك الأكبر. السرعة خليها يعني هي ناجحة 100%. هاي الطريقة. هاي فرغت الظرف. لا هاي هسه جاي احفظ بعد الخليط مالت. راح اخلي شوية فانيلا. هاي هسه شوف شلون تماسكت. انا هم راح ادخلها لين شوية المطبخ حار، اخليها بالثلاجة وارجع. هذا انا عندي ظرف ثاني سويته للتزيين وياها، مو نفس ذيك الكريمة. هاي كريمة ثانية بس ظرف واحد هم اخذته هنا، محتاجته على السريع. هسه هاي هنا ظرف واحد خليته بدون لا جيلاتين، وما خليت وياه اي شي، بس مي نص غلاس. وهذا الظرف مالته لان انا محتاجته، محتاجه للتزيين. ديك تكون بيها مادة شوي يعني تكون سائلة ولزجة تكون. هسه ابتدئ بها. راح اخليها بالثلاجة شوية ترتفع. شلون صارت ما شاء الله. راح اخليها بالثلاجة وابتدئ ازين. انا قلت مثل ما قلت لكم يعني مستعجلة عليها بسرعة، بس راح ابتدئ بالتزيين وياكم بالكيكة حتى ما يطول الفيديو اكثر منها. هاي شوفوا هذا القوام اللي اريده حبايبي، يعني صار تخين. هاي انا اريده تزيينه روعة، وريحة الفانيلا بيها كلش طيبة. هسه هاي عندي الكيكة اللي بقت ذيك مرة سويتها انا وياكم. هاي اخليها هنا الحد مال الكيكة اللي راح اسويها انا اقسام، حتى اعرف المقياس مالتها. من اجي اخليها ما تطلع يعني عالية وناصية، تطلع متساوية. هاي الحلقوم اللي بيها شوفوا سويتها ذيك مرة. هسه خلي هنا المادة الكريم. هاي حبايبي شوفوا خليت هاي الطبقة الأولى وهاي الثانية خليتها بالصحن وبديت أزين بيها. أنا عندي أغراض الكيكة بس حاليا ما متواجدات عندي. الحاجة أم الاختراع، العراقيات الماهرات. هاي بعد شلون راح أسويها شبيهة الكيكة البركانية. ما راح أسويها يعني الملمس مالها يكون ناعم، لا أنا ما أريدها هيك. هي قالت لي ماما نفس الجوزة، فأنا ما عندي باقي الألوان. وعلى السريع هاي شوف شلون زينته. ورد طبيعي من الحديقة جبت. وهاي بعد ما أكمل التزيين راح أدخلها بالثلاجة لأن أريدها تجمد حتى تاخذها وياها. هسه أفتحها لكم هم فد شوية وشوفوا. خليتها بعد ما خليتها بالثلاجة طلعتها شلون صارت ولا أروع منها. راح أخليها بالعلبة لها وتاخذها، بس راح أفتحها لكم باعوا شلون صارت وروعة. والطعم يعني ما وصفه لكم. المناظر هي تتكلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسون من خالص دعائكم لي ولوالدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.